تحط من قدرها. شكرا جزيلا الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح. فرصة ثانية متاحة أمام السيد عمرو موسى في خلال 30 ثانية لإلقاء سؤال أو دكتور تبدأ من الآن. الدكتور بيقول انه كان سياسي وانا كنت موظف دبلوماسي، ما ينساش. انا ما قلتش انت كنت ما ينساش. انا لم اكن موظف دبلوماسي. لا تنسى اني كنت وزير الخارجيه، وهذه قمه العمل السياسي. اما فيما يتعلق بالكتاب فواضح انه الكتاب ده ولو انكره لقد خاض جيلنا خاصه ممن تاثروا بالفكر الوهابي معارك طاحنه حول العلاقه بين الرجل والمراه. انطبع هذا التشتت والتطرف على أفكارنا وتصوراتنا، ذلك أننا كنا مجموعة شباب إسلامي كنا نؤمن بجواز استخدام العنف. مين قال لنا ان هو مش هيكون كده تاني؟ عمرو موسى، الفرصة متاحة للإجابة أمام الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح في خلال دقيقتين أو أقل من الآن. هو الجزء المرتبط بالعنف أنا رديت عليه، وده أول مرة أسمع واحد أو حد يعرف مصر كويس ويعرف رموزها الوطنية بيقول هذا الكلام. الأمر الثاني اللي مرتبط بأننا خضنا معركة في مواجهة الفكر اللي بيهمش المرأة المصرية، المرأة المصرية التي أعلى قدرها وقيمتها الإسلام العظيم، حينما قال صلى الله عليه وسلم ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. المرأة المصرية التي يجب أن تخرج لمجتمعها كإنسان يمارس عمله ويقدر ويحترم ويكون مدرسا وطبيبا ومهندسا. المرأة المصرية التي همشت نتيجة بعض الأفكار التي تنسب زورا إلى الإسلام وهي أبعد ما تكون عن الإسلام، أفكار موروثات اجتماعية نسبت للإسلام، بدليل أن بنات الحركة الإسلامية منهم الطبيبات ومنهم أساتذة الجامعات ومنهم الذين وصلوا لقمة مراكز بحث علمي كريمة، لأن بتتصدى الحركة من هذا الوقت بتصدى لمحاولة تهميش المرأة ومحاولة سحب حقها، ليس بالطريقة التمثيلية اللي كان بيعملها حسني مبارك، مجلس القومي للمرأة ونحط 3 ستات في برلمان و2، لا، بان احنا نغير ثقافة المجتمع، نغير افكاره تجاه المرأة، نغير ثقافة السيد اللي مورست في المجتمع، وده الذي يؤدي الى تمكين المرأة ووجودها بشكل طبيعي وليس بشكل كوتا. التمكين الطبيعي للمرأة يتم تغيير الافكار والثقافة والتربية، وهذا ما لاحظناه في التطورات التي تحدث والتي ساهمت فيها الحركة الوطنية وفي القلب منها الحركة الإسلامية بهذا الجهد الراقي والرائع، واللي جعل الآن بنجد في الجامعات أساتذة وطبيبات ومهندسات، أعضاء في النقابات المهنية وأعضاء في البرلمان، وهذا شيء تفخر به مصر. وإن كنا ما زلنا بعد ما زالت حقوق المرأة معتدى عليها المصرية أو الشرقية بصفة عامة ومهمشة. شكرا جزيلا الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح. وصلنا إلى بيت القصيد، كلمة ختامية بعد هذا الماراثون الذي أشكر ضيفينا الكريمين على تحمله معنا. القرعة تقول أن الكلمة الختامية ستكون أولا بين يدي السيد عمرو موسى في خلال دقيقتين أو أقل. ماذا تريد أن تقول للشعب المصري؟ أريد أن أقول أنه احنا شفنا النهاردة مشهد غريب إنما واضح من التناقض في الكلام. احنا سمعنا كلام معقول الآن والكلام اللي في الكتاب مختلف تماما. أين هو المرشح؟ وهل سيعود إلى ما ذكروا في الكتاب؟ هل سيعود إلى سياسة؟ ما احناش ضامنين، لأنه الكلام متناقض. المواقف الحديث عن السلام والإجراء والممارسة كانت في العنف. الموقف العام عن الاصطفاف والسر هو ازدواجية الكلام، والكلام في كل مقام بما يرضي هذا ويرضي ده. وهناك عندنا في مصر يعني مسائل تمشي، إنما اللي حاصل ده عملية ستؤثر تماما في مستقبل مصر إذا وثقنا بهذا الكلام اللي كلام بيختلف من مكان إلى آخر ومن موقع إلى آخر ومن زمن إلى آخر، ونفس الجدول الأعمال الأساس الفكري كله يتناقض مع ما سمعناه اليوم. وأنا آسف جدا أن أقول أن احنا يجب أن نحذر الشعب المصري ونقول له أن الرئيس القادم يجب أن يكون بمواصفات معينة، مواصفات تستطيع قيادة البلد إلى الأمام، ولا يتحدث أبدا ولا قيود عليه ولا مرجعية له إلا الوطن وإلا مصلحة الوطن وإلا ما يقرره الدستور وما يقرره القانون واحترام القانون إلى آخر كل ده.
أما الحديث عن العموميات والطعن في كل ما يقوم به أحد آخر لأهداف معينة وتزوير التاريخ في نفس الوقت، وعدم الإقدام على إعطاء ما لقيصر لقيصر وما لله لله، هو ده اللي يوري رجل الدولة. إنما لما بنشوف مثل هذا الموقف أنا بشوف إنه في خطر كبير جدا إنه يتم التصويت. شكرا جزيلا. السيد عمرو موسى، كلمة ختامية أخيرة من الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح في خلال دقيقتين. أنا أوجه حديثي لكل الشعب المصري. احنا مقدمين لأول مرة على اختيار رئيس لمصر. نرجو ألا نسمح لأنفسنا أن يدفعنا أحد للخلف مرة أخرى للنظام البائد مرة أخرى بأفكاره ومكوناته ورموزه. الشعب المصري قام بثورة لإحداث تجديد لبناء المستقبل، يحتاج لشخصيات وأفراد وإمكانيات وناس عاشوا هذه الثورة وقادرين على قيادة الشعب المصري في اتجاه بناء مصر، في اتجاه بناء مصر زراعيا وعودة حقوق الفلاح وإسقاط الديون التي أتعبت كاهله. محتاج لقيادة مصرية تقود الشعب المصري من أجل مواجهة مشكلة البطالة عشان الشاب المصري يجد مكان للعمل. محتاج لاسترداد ثروات مصر التي نهبت وذهبت للخارج أو بعضها ما زال في الداخل. يحتاج لمحاسبة. الشعب المصري يحتاج لقيادة تمثل الجمهورية الجديدة وليس طرفا من النظام السابق أيا كان هو مين. هذا سنحدده وسيحسمه صندوق الانتخابات النزيه اللي سيخرج فيه شعبنا العظيم ينتخب من يحقق مصالحه بصدق وأمانة، ومن يحافظ على استقلاله، من يحافظ على قيمه ومبادئه كما يريدها الشعب المصري، لأن في النهاية الذي يحدد كل هذا هو الشعب المصري. يحتاج لنظام يوفر له التعليم الصحيح الجيد ويوفر له الرعاية الصحية الجيدة. مصر أيها الإخوة قوية. برنامجنا بيقول مصر قوية لأننا عندنا ثقة إن وطننا وطن قوي إذا ما وقفنا وتضامنا وترابطنا جميعا بكل اتجاهاتنا ولا نستجيب لمحاولة قسمنا وتقسيمنا إلى إسلاميين وغير إسلاميين ومسلمين ومسيحيين وليبراليين وغير ليبراليين. سنقف جميعا لبناء هذا الوطن وعندنا ثقة في هذا. شكرا جزيلا. الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح لرئاسة جمهورية مصر العربية. شكرا جزيلا. السيد عمرو موسى المرشح لرئاسة جمهورية مصر العربية. سعدنا بكما ونشكركما على سعة صدركما ونتمنى لكما كل ما نتمناه لكل المرشحين. والشعب المصري هو الفائز. قطاع كبير من شعب مصر حول العالم يتوجه في هذه اللحظات إلى صناديق الاقتراع في جانب من العالم، وفي جانب آخر يتوجه صباح الغد، وبعد أقل من أسبوعين يتوجه الشعب المصري في داخل مصر إلى صناديق الاقتراع. سيكون من المشوق أن نعرف إن كان لمناظرة كهذه تأثير على تغيير مواقف المصريين، لكننا على أي حال سعداء بها إلى أقصى حد وفخورون بأننا كنا جزءا منها. أرهقناكم في ليلة طويلة، لكنها ليلة سيذكر التاريخ أنها احتوت أول مناظرة تلفزيونية حية قبل أول انتخابات رئاسية أتت على أسنة ثورة في مصر وفي العالم العربي. أشكركم جميعا وأشكر فريقا ضخما من زملائنا سواء في القطاع التحريري أو في القطاع الفني، كما أشكر بوجه خاص هؤلاء ممن أرهقتهم كثيرا تفاصيل الاتفاق الذي حول هذا المشروع في النهاية إلى حقيقة. إدارة قنوات أون تي في ودريم وجريدتي الشروق والمصري اليوم جنبا إلى جنب مع السادة أعضاء الحملتين الرئاسيتين. كل التوفيق للمرشحين الكريمين ولسائر السادة المرشحين. شعب مصر من قبل ومن بعد هو السيد وهو الذي يختار. تصبحون على خير.